وجينا للاكله التانية من الكبدايه والقنصايه. هنعمل شويه رز بالخلطه بطريقه حلوه قوي وهتعجبكم ان شاء الله. يلا بينا نقطع الكبد والقوانص الاول. هنا القاهرة إلى ربات البيوت. هقطعهم مكعبات صغيره. ننضف القناصه، هنقطع القناصه. بعد ما نضفناها، بعد ما غسلنا الكبد والقوانص وقطعناها، هننزل بيها على طاسه فيها حته زبده متسيحه. نحط الملح، نحط الفلفل، نحط شويه ملح. احنا هنديها تشويحه بس، هي كده كده هتستوي في الرز، بس لازم تتشوح بره الاول. وهي بتتشوح بقى هنحط السكر يتكرمل على النار. دايما تعودي نفسك وانت بتعملي الاكل تعملي كذا حاجه في وقت واحد. السكر اهو هنولع عليه يتكرمل معانا كده. الكبد والقوانص خلاص اتشوحت، هنركنها على جنب ونكمل كرمله السكر. هنكرمل بقيه السكر. كرملنا السكر اهوت، هنركنه هو كمان ونعمل الرز. هنجيب حله، شويه زيت، حته زبده، هننزل بالرز في حله فيها شويه زيت ذره. ما عندكيش زيت ذره حطي زيت عباد وحته زبده عادي جدا. ما عندكيش حطي اي زيت عندك وحته سمنه وخلاص. هنقلب الرز لغايه ما يسخن. حته مكعب نص واحده عشان احنا عاملين كميه قليله، والرز بيسخن المكعب هيفك. فتفتي المكعب وانتي بتقلبي في الرز. هننزل بالكبد والقوانص اللي شوحناها ونقلب. ننزل بالسكر اللي كرملناه ونقلب، وبعدين نزود الميه. وزي ما قلت قبل كده احنا حاطين كوبايه ونص رز، يبقى نحط كوبايه ونص ميه. ونظبط ملحه ما ننساش، ونسيبه على النار يغلي لغايه ما يتشرب ونوطي على فوق.